السلام عليكم الإخوان، نور الدين تارجت ميكانيكا، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. غادي نهضروا على واحد القضية كتعاود عندي بزاف في الاتولي، يعني تقريبا في الكارير ديالي بزاف ديال المرات كتعاود هذه القضية هذه، وبغيت نبارطاجيها معكم ونشرحها شوية باش نحاولوا نتفاداو بحال هذا المشكل هذا. غنبداو بهذا المثل هذا الانجليزي اللي كيقول لك fault codes are not part numbers. رقم الكود ديفو اللي كيطلع لنا ما كيعنيش رقم ديال البياس. فمن هذا المنطلق هذا بغيت نبين هذه القضيه اللي كتوقع بزاف ديال لي تكنيسيان في الاتولي، انه كيجي كيدير لك واحد الدوفي البياس اللي غيتبدل على حسب المشكله اللي كاينه. كنلقى انه مثلا كتب لي واحد لا بياس كيمشي لقدام ديالها مثلا شنو هو السبب، اولا كتسولو شنو هو السبب علاش بغيتي تبدل البياس هذه، كيقول لك حيت راه طالع فيها كود ديفو. فهنايا اي كود ديفو كيطلع لنا في لاباراي، فهو كيقول لنا بلي راه كاين واحد المشكل في واحد السيستيم معين، على حسب السيستيم ديال الكاربيرون، السيستيم ديال لالوماج، السيستيم ديال لادميسيون دلير، السيستيم ديال لونتي بولوسيون، سا ديبون. يعني كيعطينا راه كاين مشكله في واحد السيستيم، ماشي كيقول لنا راه كاين المشكله في هذه البياسه هذه خصها تبدل. هذا الفيديو موجه للناس ولا لي تكنيسيان اللي كيتعاملوا مع لي كود ديفو كانهم بياس. فغادي نحاول نوضح لهم بزاف ديال النقاط كيفاش اننا نتفاداو هذه القضيه هذه، ونديروا واحد دياغنوستيك اللي هو مزيان، ونحاولوا نحلوا المشكله ديال الكليان في الدقه الاولى. النقطه الاولى اللي خصنا نعرفوها ونتاكدوا منها انه الكود ديفو اللي كيطلع لنا في لاباري ديال الدياغنوستيك هذا غير مؤشر، يعني معطى كيبين لنا فين كاين المشكل، وماشي معنيته انه الحل ديال المشكل. مثلا عندك واحد الكود ديفو مثلا طالع لك بكابتور بريسيون دي كاربيرون ضعيفه، فما كيعنيش انه الكابتور اللي فيه المشكل، حيت كاينين بزاف ديال الاسباب. يقدر تكون عندك مثلا المازوت ناقص ما كاينش مثلا، او لا يكون عندك الفلتر ديال المازوت مخنوق، او لا تكون عندك البومبا ديال باس بريسيون او الهوت بريسيون خدامين ولكن خدامين ضعاف، او لا يقدر يكون عندك مشكله ديال الفيسو الكتريك. فهنايا ملي كيطلع لك داك المؤشر ديال هذاك الكود ديفو، فكاينين واحد لي فيريفيكاسيون، واحد لي كونترول، وهادو خصك ديرهم اول حاجه عاد باش كتمشي كتحكم على ديك لابيس راها فيها مشكل. الحاجه الثانيه اللي خصنا نعرفوا انه الكود ديفو ملي كيجي كيتسجل، يعني ماشي كيتسجل يراو كيكون شي حاجه شي ايرور. مثلا يقدر يكون عندك مثلا مشكل ديال السوفتوير مثلا، او لا واحد اللحظه كيوقع واحد التبرزيط في السيركوي او لا في السينيال او لا، هذا كيتسجل. فما كيعنيش انه غير نلقاو الكود ديفو خصنا نبدل البياسه. يقدر الا درنا لا ميزاجور او لا مثلا درنا الريزيت حيدنا الباتري ورجعنا او لا شي حاجه كيمشي داك الكود ديفو، او لا كنمسحوه كنعاودو نديرو عاوتاني واحد لي سي ونحاولوا نشوفوا نطلعوا الكود ديفو. فهنايا ما كنجيوش وكنشوفوا الكود ديفو وديريكت كنديروا الدوفي وكنعطيو للكليان باش يبدل ديك لابياس. الحاجه اللي كنربحوها في هذا الشيء هذا كامل ملي كنردوا البال انه كنربحوا الوقت وما كنضيعوش الفلوس ديال الكليان، ما كنبقاوش غير بحال قلتي مطاطونيو، يعني نسدوا عينينا ونبقاو نحطوا باش نبدلوا ونطلعوا الدوفي. هو راه البياس ما محتاجش اصلا، وتقدر يعني توفر على راسك الوقت وتوفر على الكليان حتى هو الفلوس والوقت كذلك. النقطة الثالثة والأخيرة اللي بغيت نوضحها هو أنه كيفاش غنتفاداو هاد النوعية ديال التشخيص هذا، وكيفاش غادي نديرو واحد دياغنوستيك اللي هو مزيان. ملي كيطلع لنا الكود ديفو أول حاجة كنحاولو نقراو لا ديسكريبسيون ديالو، شنو كيقول لك هذاك الكود ديفو. حيت كاين كود ديفو كيقول لك مثلا كابتور بريسيون دي كاربيرون، اوكي، كيقول لك كود سيركوي على ماس او لا كود سيركوي البوزيتيف، وهذا كود سيركوي على ماس بوزيتيف مازال غندير عليه واحد الفيديو صغير بوحدو. هنايا يعني كيعطيك فين عندك المشكل، يعني راه كاين عندك المشكل في السيركوي، ما كاينش عندك المشكل في الكومبوزون. حيت الا دار لك عاوتاني سيركوي انترن، يعني ممكن يكون عندك هنايا مشكل داخل الكابتور. فلا ديسكريبسيون ديال الكود ديفو مهمه بزاف باش تعاوننا باش نحاولوا نديروا واحد الدياغنوستيك اللي مزيان. وباش نديروا هاد الدياغنوستيك اللي مزيان كاينين واحد الخطوات كنتبعوهم كيتسموا ترابل شوتين، يعني ريشيرش دو بان. يعني كتبدا تتبع نقطه بنقطه. اللي غيعاونك في هذا الشيء هذا كتعاونك الشيما الكتريك، كتعاونك لاباراي دياغنوستيك، حيت خصك تدخل لدوك لي فالور ريال يعني لايف داتا وتقرا لي فالور وتحاول تقارنهم مع لي فالور اللي هما خصهم يطلعوا مع لي فالور اللي هما كيتسجلوا ديك الساعات. تقدر تدخل عاوتاني دير لاكتيفاسيون ديال لي كومبوزون. الا كان شي كومبوزون مثلا خصك تاكتيفي تشوف واش كيتحل كيتسد كيخدم ما كيخدمش. هنايا عاوتاني كتمشي للشيما الكتريك وكتبع الفيسو الكتريك
يعني حتى كتوصل انه راه السيركوي عندك مزيان وكل شيء هو هذاك، حتى كيبقى لك هذاك الكومبوزون هو اللي فيه المشكل، عاد كتبدلو. وملي كنديرو هاد لي كونترول وهاد لي فيريفيكاسيون كلهم ولي ميزور حتى كنلقاو البياسه اللي خاسره، ما كنوقفوش هنا. هنايا خصنا نحاولوا نشوفوا شنو هو السبب الرئيسي علاش هاد البياسه هادي او علاش هاد الكومبوزون هذا تضرب. كنحاولوا نمشيو نقتلوا المشكله من الاصل ديالو، يعني الروت كوز، يعني كنمشيو للسبب الرئيسي باش اليمينيوه، باش ملي غنبدلو ديك البياسه الاخرى الجديده باش ما تضربش لينا عاوتاني مع المده. هنا كنوليو درنا واحد ديغنوستيك اللي مزيان وحلينا المشكل بواحد الطريقه اللي هي مزيانه، وكنعطيو الطوموبيله يعني للكليان وحنايا مرتاحين وعارفين انه راه ما غاديش يرجع لينا مازال. وفي الاخر ما خصناش ننساو ديما ان هذاك الكود ديفو اللي كيطلع لينا هو واحد الدليل او واحد الكيد ديال التشخيص، وماشي هو البياسه اللي غادي تبدل. حتى لهنا كنكونوا وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو هذا. تبارك الله عليكم. نور الدين طارقيت ميكانيكا، والسلام عليكم.